فاز منتخب قطر بلقب كأس آسيا للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على المنتخب الأردني ب3 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على استاد لوسيل في الدوحة. وسجل أهداف منتخب قطر الثلاثة اللاعب أكرم عفيف من خلال 3 ركلات جزاء احتسبها الحكم الصيني، فيما سجل هدف الأردن الوحيد اللاعب يزن النعيمات. وخاض المنتخبان القطري والأردني المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم على ملعب لوسيل بصافرة الحكم الصيني مانينغ كثالث نهائي عربي تشهده البطولة في تاريخها. ووصل منتخب النشامة إلى الدور النهائي للبطولة بعد تفوقه على الشمشون الكوري بهدفين نظيفين، فيما تأهل العنابي القطري إلى هذا الدور بعدما قلب تأخره إلى فوز على المنتخب الإيراني. وصل النشامة إلى الدور النهائي بعدما تأهل كأفضل ثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، حيث فاز على ماليزيا برباعية نظيفة وتعادل مع كوريا هدفان مقابل هدفان، ثم خسر أمام البحرين هدف مقابل 0. ومن جهته بلغ المنتخب القطري المباراة النهائية بعدما تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط، حيث فاز على لبنان بثلاثية نظيفة وطاجيكستان والصين بهدف نظيف.